لو انت ما عرفتش تتقنها بطريقه معينه وما عرفتش تبقى متميز فيها، فصدقني انت عمرك ما هتجيب ولا عميل. تمام؟ عشان كده محتاج ان انت تركز معايا جدا جدا. وعشان بس الخص لك الموضوع ماشي ازاي، فكك من الليد جنريشن، فكك من الايميلات، فكك ان انت تبقى افضل واحد بيجمع كميه ايميلات كتيره جدا جدا. لو انت عندك سكريبت مش بيقنع حد، عمرك ما هتعرف اصلا تخلي عميل واحد يحجز معاك ميتنج. تمام؟ وانا مش هتكلم معاك كتير، واللي هخليه ياكد لك الموضوع ده هو تجربه على ارض الواقع. انا كل ما ادخل مع اي عميل عامه، اول سؤال بساله ليه هو كالتالي: هو انت ليه دخلت معانا الميتنج ده؟ العميل بيرد عليا برضو كالتالي: والله يا محمد دخلت معاك الميتنج ده علشان صراحه انا حسيت ان انت هتقدر مثلا تقدم لي واحد اتنين اربعه، وحسيت ان الايميل بتاعك غريب شويه، فحسيتك ان انت مختلف عامه عن باقي الشركات. وده اللي كان بيحصل. بيقول لي: محمد انا في 5 شركات، في براند حاليا بتشتغل معايا لحد دلوقتي مكمله معايا، بتقول لي في 5 شركات بعتوا لي غيرك يا محمد نفس الخدمات نفس كل حاجه، بس اخترتك انت بالذات من غير ما اعرف. ودي النقطه ورا الموضوع، ان هو يعني يحجز معاك ميتنج من غير ما حتى يبقى عارف هو ليه حجز معاك ميتنج. فانت تخيل ان انت السكريبت بتاعك يقنع الاشخاص اللي قدامك او يقنع عامه العملاء بتوعك من غير حتى ما يحسوا يروح يحجزوا معاك ميتنج. تخيل. وده اللي انا كنت بعمله وانا عندي 16 و17 سنه. اللي انا كنت بعمله ببساطه ان كنت بدخل على نفس الاوضه، تمام، بقفل الباب. اللي بعمله ببساطه بمسك ورقه وقلم او حتى بمسك موبايلي، بطفي النت، بطفي كل حاجه، بمنع اي ديستراكشنز. اللي بعمله بس ان انا بفكر. ودي المشكله اللي بيواجهها بعض الناس، ان هم مش عايزين يفكروا، انهم عايزين مثلا يروحوا لشات جي بي تي ويقول له: شات جي بي تي والنبي اكتب لي سكريبت سيلز بخصوص خدمات كذا كذا، وانا بقدم خدمه 1 2 4، وشات جي بي تي يكتب لهم السكريبت، ياخدوه كوبي ويحطوه بيست وانتهى الموضوع. مفيش حد عايز يفكر، ومفيش حاجه اسمها كده. عايز بجد تجيب كميه عملاء اكتر من اي حد تاني وتتميز عن اي حد تاني، تمام، يبقى بجد بجد لازم تفكر. لازم مثلا تمسك مثلا برنامج النوتس عندك او بتاع الملاحظات عندك، واكتب سكريبت كانك انت بالظبط كل سطر بتكتبه في جمله اقناع. انت بتقنع الشخص اللي قدامك ان هو يكمل. كل سطر بتكتبه بيقنعه انه يكمل، بيقنعه انه يكمل لحد ما يوصل لاخر حاجه اللي هو اللينك بتاع الحجز بتاع الميتنجز، يضغط عليه يحجز الميتنج. ده اللي كنت بعمله بالظبط. فانا كنت مثلا ممكن اخد في البروسيس دي 3 ساعات ان انا اطلع سكريبت واحد او سكريبتين اقدر استخدمهم دايما في الايميلات بتاعتي. وطبعا في الاخر انت بتقرر من الشغل الكتير افضل سكريبت يجيب لك عملاء ايه هو. وده طبعا اللي انا اكتشفت طبعا بعد خبره كبيره جدا، ان انا عندي طبعا حاليا مثلا 3 سكريبتات. انا بس بحط السكريبت من هنا، العميل بيكلمنا على طول بعدها بدقيقه عادي جدا. وانا اقول لك على فكره، يعني انت اكيد شفت في بدايه الفيديو انا عملت ايه بالظبط. فالنقطه اللي ورا الموضوع ده هو ازاي تقدر تعمل سكريبت حلو افضل من اي حد تاني. وبرده يعني نقطه زياده عايز اقولها لك، هو اني لما كنت حتى بدخل الميتنج مع نفس الشخص اللي بيقول لك البراند اللي كان مكمله معايا، قال لي عامه ببساطه شديده كالتالي: قال لي ان 5 الشركات دول كانوا متوثقين وعندهم ويب سايت وبيبعتوا بايميلات بروفيشنالز، وانا ببعت بايميل @gmail.com، يعني ايميل مش بروفيشنال اصلا، ما عنديش ويب سايت وما عنديش شركه مسجله او مش متوثقه عامه في السجل التجاري. فتخيل انت المقارنه فين وانا فين. انا الوحيد اللي فزت ازاي؟ عن طريق السكريبت. ان انا اقنعت العميل اللي قدامي واقنعته ان انا هقدر اقدم له الخدمات افضل من اي حد تاني. تخيل انا مش ببعت بايميل بروفيشنال، يعني انا ببعت بايميل يعني العادي جدا بتاع اي شخص اللي هو @gmail.com. تاني حاجه ما عنديش ويب سايت. تالت حاجه ما عنديش سجل تجاري. الشركات التانية اللي بعتوا، اللي هم ال5 شركات التانيين، بعتوا بايميل بروفيشنال، عندهم سجل تجاري، عندهم ويب سايت. بص عندهم كل المميزات، بس انا فاهم اللعبه فين. انا فاهم اللعبه فين، دي النقطه اللي مفيش حد فاهمها. لو انت فهمت انت ازاي تلعب اللعبه، فهمت قواعد اللعبه، تمام، ولعبت في قواعد اللعبه، انت اللي هتتحكم في كل حاجه. وصح، انا اتحكمت في الاخر في كل حاجه، وانا اللي بيجي لي العملاء، ويبقى هم شركات وبيصرفوا وبيعملوا، في الاخر انا اللي اجيب العميل. دي النقطه ورا الموضوع. افهم الحته دي كويس. السكريبت هو اللي هيخليك تجيب عملاء، صدقني. مش الليد جنريشن، مش انت تجمع اكبر ايميلات، مش انت تعمل 1 2 4 خالص. لو انت عندك سكريبت افضل من اي حد تاني، بجد هتبقى من افضل من اي حد انت مثلا هتشوفه في الحياه. بمعنى صح، لو حد عنده خبره اكتر منك بقاله 300 سنه، لو انت عندك سكريبت افضل منه، انت اللي هتفوز في الاخر. تمام؟ خلينا نبدا على طول ونشرح المراحل بتاعه السكريبت بيلدينج. اي سكريبت بيتكون من 3 مراحل او من 3 اجزاء. ال3 اجزاء دول لازم يكونوا ضمن اي سكريبت. يعني وانت بتعمل سكريبت حط بالك ان ال3 اجزاء دول لازم يكونوا موجودين، ما تزودش عنهم وما تقلش عنهم. وبالذات الجزء الثاني من السكريبت ركز عليه جدا جدا، وهو اسمه في اس ال. خلينا نبدا من غير اي تفاصيل قدام، نشرح المراحل بتاعت عامه السكريبت بيلدينج. يلا بينا. اول حاجه او اول مرحله معانا او اول جزء
في السكريبت طبعا الايميل بتقسم لثلاث اجزاء، جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا. تعال نبدا بالجزء اللي فوق اللي هو الجزء الاول حاجه بيشوفها العميل هو اسمه البي اس ال. البي اس ال هو عباره عن البيرسونال سيلز ليتر. دي عباره عن رساله انت بتكتبها للعميل في الاول عشان بس تخطف انتباهه في الاول فيقرا الايميل بتاعك للكامل. وطبعا هشرح الموضوع ده بالتفصيل، بس انا بس بفهمك بصوره سطحيه عامه هو عباره عن ايه. فالبيرسونال سيلز ليتر ده عباره عن كلام اول ما العميل بيقراه بيكمل باقي الايميل، وده اول حاجه العميل بيشوفها. ماشي، دي بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه حاجه اسمها في اس ال. طبعا دي حاجه اسمها فيديو سيلز ليتر. طبعا ده عباره عن فيديو انت بتدرجه او بتحطه في نص الايميل بتاعك، بتوضح للعميل اقتراحاتك، تمام، النتائج بتاعت العملاء بتوعك، اللي تقدر انت تقدمه للعميل. فبالتالي في خلال مثلا 3 ل 4 دقائق بتبقى انت قايل له كل حاجه بتحصل، وايه اللي انت هتقدمه له، وايه اللي انت هتساعده فيه، وايه النتائج اللي انت هتحققها له. فبالتالي هو بيبقى عنده معرفه بالكامل ان انت شخص جامد جدا جدا وشخص بروفيشنال جدا. فبالتالي انت في 3 دقائق بتقول له وبتصور له فيديو. شايفين الفيديو اللي انا بصور له ده؟ بصور فيديو زي ده، بتشرح له اقتراحاتك، بتشرح له النتائج العملاء بتوعك، انت هتوصله لايه، هتخليه يحقق مبيعات كام، هتغير له ازاي الدنيا. فبالتالي هو اول ما بيسمع الفيديو ده بيتوهم، بيقول لا الواد ده هيقدر يحقق لي مثلا اللي انا عايزه، فيلا احجز معاه ميتنج. فدي النقطه ورا الموضوع. فالفي اس ال هو عباره عن فيديو سيلز ليتر. اخر حاجه طبعا الكول تو اكشن. طبعا كول تو اكشن طبعا معظم الاشخاص اللي بيتفرجوا على الفيديو حاليا عارفين الموضوع ده، بس كول تو اكشن طبعا من ناحيه الايميلات او الكولد ايميلنج مختلف شويه، وهفهمك الموضوع ده وبالذات في الشرق الاوسط. تمام، الشرق الاوسط انت فاكر ان انت مثلا تحط ايميل بتاع حجز المواعيد هيحجزوا معاك مواعيد عادي جدا جدا، وده غلط وده مش هيحصل. تمام، لان في بعض كده التريكات احنا بنعملها عشان نخليهم يحجزوا ميتنج او يتواصلوا معانا عامه، وانا طبعا هقول لك الحاجات دي كلها في الفيز او المرحله او الجزء بتاع الكول تو اكشن. تمام، تمام. خلينا طبعا نبدا بالجزء الاول من الايميل، وهو الجزء الاول اللي بيشوفه العميل عامه. اول جمله بيشوفها العميل هو يسمى بالبي اس ال. حلو جدا. وعشان بس الخص لك الدنيا عامه، لو انت قدرت تتقن البي اس ال مع الفي اس ال بجد، الجزئين دول لو اتقنتهم اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني، انت هتبقى افضل من اي حد تاني، هتعرف تجيب كميه عملاء كبيره جدا جدا. وده اللي انا كان عندي سكيلز فيها. انا كنت بعرف اعمل بي اس ال وفي اس ال مع بعضيهم جامدين جدا، لدرجه ان انا كنت مثلا الفي اس ال طبعا انتوا عارفين انه عباره عن فيديو، صح ولا لا؟ كنت بجد بحقق كميه مشاهدات كبيره جدا جدا، لدرجه حتى كان معايا شخص معايا في التيم اسمه صلاح. صلاح كان بيشوف بجد المشاهدات على الفيديو كام بالظبط بسبب قوه الفي اس ال وقوه البي اس ال. البي اس ال هو عباره عن اول جمله بيشوفها العميل بيخليه منجذب 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 لحد ما يدخل على الجزء الثاني، فيشوف الفيديو اللي انا كنت عامله له من ناحيه الاقتراحات اللي انا عايز اقدمها له، يشوف الفيديو يروح على ثالث جزء اللي هو السي تي اي يحجز معايا ميتنج. والله العظيم بجد انا عايزك انا ابقى اصور الفيديو ده عامه، ابقى احط لكم الفيديو ده عامه، وتشوفوا المشاهدات بالظبط تحت بالظبط كام. فالموضوع كله لو قدرت تتقنه بجد هتوصل في حته ثانيه. تمام، فخلينا نبدا بالبي اس ال. البي اس ال زي ما قلت لك هو عباره عن ايه؟ البي اس ال عباره عن ذا فيرست سنتنسز ذا كلاينت سي. اول سنتنسز او اول جمل العميل بيشوفها، تمام، او العملاء بيشوفوها. فبالتالي لازم تبقى مجذبه جدا جدا. ماشي، حلو جدا. خلينا بس ندخل في الاول في الاستراتيجي. اول حاجه في الاستراتيجي او اول حاجه انا عايزك تتجنب خالص ان انت تعملها، اوعى تعملها، اوعى تعملها. دونت منشن يور سيلف. اوعى تذكر نفسك اصلا. هتقول لي محمد ليه ما اذكرش نفسي وليه ما اعرفش نفسي في البدايه؟ ركز كده على الاسم، على اسم المرحله نفسها اللي هو البي اس ال. اسمها بيرسونال سيلز ليتر. اكيد البيرسونال سيلز ليتر دي معناها ايه؟ ليها علاقه ايه اكتر؟ بالعميل. قصدي ان انت تعمل كلام بيرسونال اكتر او كوستمايزد اكتر للعميل. انت بتتكلم عن الشركه بتاعت العميل او البراند بتاع العميل. هو مش عايز يسمع عنك، هو مش عايز يسمع ويقرا ايميل انت اول حاجه في الايميل بتقولها له انا محمد اسامه وانا عندي ايجنسي اسمها فالكون ميديا بتقدم خدمات 1 2 4 واقدر اساعدك ان انت تعمل 1 2 4. مفيش حد عايز يسمع كده، مفيش حد هيقرا الايميل اصلا، مفيش حد عايز يسمع عنك انت شخصيا. اي حد عايزه يكمل الايميل اتكلم عنه هو. دي اول تريكه في السيلز، ما تتكلمش عن نفسك، اتكلم عن الشخص اللي انت راح توجه ليه الايميل نفسه. تمام، لو انت بتتكلم براند يبقى اتكلم عن البراند بتاعته، لو انت بتتكلم عن الشركه يبقى اتكلم عن الشركه بتاعته. والنقطه دي مهمه جدا جدا، اتكلم عن الحاجه الخاصه بيه اللي هتخليه ينجذب. تمام، فدي نقطه اوعى تنساها. انا بحذر، اوعى تذكر نفسك او حتى تقول مثلا تعرف نفسك.
اوعى تعمل كده. هتقول لي محمد طب انت عرف نفسي. انا هقول لك انت تعرف نفسك، بس في البدايه البي اس ال انت مش بتعرف نفسك، انت بتتكلم عن الحاجه اللي تخص العميل عشان العميل يكمل الايميل. حلو. عندنا اول استراتيجيه معانا، استراتيجيه اسمها الامبيشن اوف فاينل ريزلتس استراتيجي بلس تشوك. حلو جدا. طب التاني استراتيجيه معانا يو يوز اتراكتنج وتشوك استراتيجي. حلو جدا. انا مش فاهم حاجه يا محمد، انا هقول لك بالظبط كل استراتيجي. خلينا نبدا بالاستراتيجي الاولى اللي هي اسمها الاتراكت والتشوك استراتيجي. حلو جدا. الاتراكت عباره عن جذب الانتباه عن طريق ان انت بتشكر في البراند او الشركه، تمام. فبالتالي مثلا لو احنا مثلا قلنا مثلا اول حاجه هنبدا بيها، تمام، السلام عليكم اخباركم ايه، او كيف حالكم. طبعا لازم دي كل يعني، او صباح الخير مثلا عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. دي حاجه اساسيه عامه. بعد كده بتنزل على السطر الاول. السطر الاول والله انا شفت البراند بتاعتكم وعجبتني جدا جدا عرض المنتجات بتاعتكم او عرض الخدمات بتاعتكم. لو انت يعني بتارجت شركات فتقول عرض الخدمات بتاعتكم، او لو بتكلم براندات عرض المنتجات بتاعتكم. وشفت ان المنتجات صراحه تصويرها حلو جدا جدا، وبتبدا تتكلم عن البراند وبتشكر فيها وهكذا. تقول مثلا انت، وكمان الموضوع ده لازم يكون حقيقي، انت بتبقى شايف قدامك والله انا شفت الريفيوز بتاعت العملاء، شفت الكلام عن المنتجات والريفيوهات عامه والمراجعات بتاعت العملاء، شفت تصويرهم ازاي، شفت الويب سايت بتاعهم، انا حاسس انها براند حلوه جدا جدا. ابدا اذكر الحاجات دي في الاول، اول 3 سطور ابدا قول لهم ان انا شفت عرض المنتجات وتصويركم والكرييتيفز بتاعتكم وطريقه عرض الخدمات والمنتجات وشفت اراء العملاء. وبعد كده تدخل على النقطه الثانيه. انت خلاص انت دلوقتي عملت ايه؟ انت عملت اول حاجه اللي هي الاتراكت. انت كده اول 3 سطور هنشكر فيهم اللي هو الاتراكت. بعد كده بلس التشوك اللي هو الصدمه، تصدمهم بقى، تقول لهم بس انا صراحه يعني لاحظت ان انتوا عندكم 1 2 3 4، او كمثال لاحظت ان المنافسين بتوعكم، تمام، عندهم حاجات اقل ومميزات اقل، تمام، وعندهم نقاط ضعف اكتر منكم، ولكن رغم كده هم بيحققوا مبيعات اكتر منكم، او من ناحيه الخدمات، او من ناحيه من ناحيه عامه المنتجات نفسها اللي بيبيعوها. فانت بتصدمهم بعد الجمدان ده كله من الاخر. يعني بعد انت بتقول لهم من الاخر يعني الاتراكتنج عامه اللي هو من ناحيه ان انت بتقعد تشكر فيهم وتشكر من ناحيه مميزاتهم والمميزات الموجوده في الشركه او البراند، وتقول لهم انت عندكم 1 4، دي حاجه حلوه جدا جدا. بعد كده تصدمهم وتقول لهم ان في ناس تانية اقل منكم بيحققوا مبيعات اكتر منكم، ورغم ان هم عندهم مميزات اقل. فبالتالي بتخليهم تلقائيا هم ينصدموا شويه. طب ليه هم بيحققوا مبيعات اكتر مننا؟ في الوقت ده بيجي ايه بقى؟ الحل بتاعك اللي هو مين؟ الخدمات اللي انت بتقدمها ليهم. فبالتالي تقول لهم والله انا عارف الحل ورا الموضوع ده، ازاي نقدر نزود المبيعات بتاعتكم من ناحيه الخدمات او من ناحيه المنتجات، والخدمه دي هي كذا كذا كذا، واذكر الخدمه بتاعتك. وبعد كده تقول لهم وده فيديو فيه اقتراحات بخصوص اللي انا عايز اقدمه ليكم، وكمان نتائج لعملاء انا عملت لهم وقدمت لهم نتائج حلوه جدا جدا. تقدر تتفرج على الفيديو ده. ده هو مين؟ الجزء الثاني اللي هو اسمه الفي اس ال. فاحنا كده وصلنا للفي اس ال وانتهى الموضوع، تمام. يعني خلاص انت قدمت لهم خدمه وفهمت لهم ان الخدمه اللي انا بقدمها، تمام، هي اللي هتنفعهم وهتخليهم يحققوا مبيعات افضل بكتير ويستفادوا من المميزات الكتيره اللي عندهم. حلو جدا. بعد كده تقول لهم تقدروا تسمعوا الفيديو ده، تمام. الفيديو ده بيتكلم عن اقتراحات انا عايز اقدمها لكم، وكمان عن نتائج عملاء انا حققتها معاهم قبل كده، تمام. واللي بتعمله ببساطه هو انك تعمل ايه؟ تقدم لهم نفس الموضوع ده وتحط لهم اللينك بتاع الفيديو، وخلص الموضوع وانتهى الموضوع. كده انت في التمام، وكده انت ضن خلاص. بعد كده هم بيروحوا يسمعوا الفيديو بيعجبهم، بيروحوا ياخدوا كول تو اكشن. وكده كده عامه هم انجذبوا اصلا بالجزء الاول من الايميل، فما تخافش. حتى لو الفيديو مش اللي هو هيبقى حابين كفضوليا يقعدوا معاك ميتنج، حلو جدا، او فضول يعني بيبقى عايزين يقعدوا معاك ميتنج. ولكن زي ما قلت لك اظبط الفي اس ال والبي اس ال. وطبعا احنا في الجزء بتاع البي اس ال هقول لك ازاي تقدر تخلي الفيديو بتاعك من اجمد الفيديوهات، تمام، وتخليه بسيط وسهل ومفهوم عشان يبقى العميل يبقى فاهم كل حاجه ويدخل يعمل معاك ميتنج على طول. تمام. خلينا ندخل على انت خلاص كده فهمت الاستراتيجيه الاولى اللي اسمها تراكت. انت بتقول وتشكر في الحاجات الموجوده والمميزات الموجوده في البراند، تمام. وطبعا الكلام ده حقيقي، تمام، ما تقعدش تهبط كلام من عندك، تمام. ما تقعدش تقول 1 2 4. يعني انت بس ممكن تقعد تخلي نفس السكريبت مثلا ان انا شفت اراء العملاء بتوعكم، والعملاء بيشكروا في المنتجات بتاعتكم والخدمات بتاعتكم. فممكن الاونر يرد عليك يقول لك ايه، وري لي كده الاراء بتاعت العملاء. فانت طبعا انت ولا اصلا شفت الاراء دي ولا عملت اي حاجه، فيصدمك بالرد ده فما تعرفش تتصرف معاه. او حتى يدخل معاك الميتنج فيزنقك فيقول لك وريك كده الاراء بتاعت العملاء اللي انت شفتها عننا،
هتعمل ايه في الوقت ده؟ فبالتالي خلي كلامك يكون واضح، تمام، وانت بتبعت الايميلات، تمام، عشان بس ما تصطدمش في الواقع، تمام. فدي نقطه مهمه جدا جدا. انا ما وقعتش فيها يعني، تمام، بس انا بقول لك عشان انا عارف اللي بيحصل، لان عامل قبل كده سالني عليها. بس انا كده عامه انا كنت اصلا صح، انا شفت الاراء بتاعت العملاء، فانا كنت رحت على طول بعتها له على طول. انت فاهم قصدي؟ هو كان فاكرني ان انا كذاب يعني، عارف ايه، بطبل له من الاخر، لكن بجد انا ما كنتش بطبل، انا كنت صح، شفت الاراء بتاعت العملاء كانت حلوه جدا جدا، رحت خدتها من المكان اللي انا شفتها فيه وبعتها له، فصدقني وقال لي خلاص تمام مفيش اي مشكله. فهو ممكن يحصل لك يعني انت بص هتعدي بكميه حاجات غريبه شويه، ولكن بجد انت هتعدي منها في الاخر يعني. تمام، خلينا ندخل على الاستراتيجي بتاعت بعد كده. الاستراتيجي بتاعت بعد كده هي حاجه اسمها الامبيشن اوف فاينل ريزولتس استراتيجي بلس تشوك. نفس الموضوع. انا هنا بعمل ايه؟ بدلهم الفاينل ريزولتس على طول، النتائج الاخيره اللي هم يوصلوا لها. بمعنى بدل ما انت تدخل تشكر في البراند بتاعتهم وتقول كل مميزاتها، انت بتقول لهم على طول النتيجه النهائيه اللي انت هتحققها لهم. زي مثلا انا والله، مثلا لو قلنا مثلا براند بتبيع اونلاين، عايزه توصل مثلا انها تحقق مليون شهريا، مليون مبيعات شهريا، مثلا مليون ريال شهريا او مليون جنيه شهريا. اول حاجه تدخل تقولها لهم انا بضمن لكم ان انا احقق لكم مليون ريال شهريا، تمام، واقدر اعمل الموضوع ده بسهوله جدا جدا، لان انتوا عندكم مميزات حلوه جدا جدا اقدر اقدمها لكم. ولكن صدقوني انا اقدر اوصلكم ان انتوا تحققوا كل شهر اكتر من 7 ارقام في الشهر، وتبدا تكمل بنفس الطريقه من ناحيه الخدمه. طبعا انا مش مجهز خدمه في دماغي، فانا بقول لكم عامه او بفهمكم القصد بتاعي. انتوا بتقولوا لهم الخدمه بتاعتكم هتعمل لهم ايه في الاخر. انتوا عارفين مثلا كمثال، لو انتوا مثلا بتقدموا فيديو اديتنج، انتوا عارفين ان الفيديوهات اللي انتوا هتعملوها هتخلي يبقى في انجيجمنت اكتر في الانستجرام، وهتخلي الناس تتفاعل اكتر، وبالتالي الناس لما تتفاعل اكتر تدخل على الويب سايت اكتر ويشتروا اكتر ويحقق مبيعات اكتر. شايف النتيجه النهائيه دي؟ اذكروها في اول حته في الايميل، دي اللي اسمها الامبيشن اوف فاينل ريزولتس، بتقول لهم النتيجه النهائيه. حلو جدا. بلس تشوك برضو بتصدمهم. طب هتقول لي محمد اصدمهم بايه بقى؟ انت قلت لهم كل الحاجات دي، تمام، بعد كده لما تيجي تعمل لهم بقى الصدمه انت تصدمهم ان انت تقدر توصلهم 1 2 4، هتقول لهم بس انا بقى لاحظت في البيدج بتاعتكم انه والله ما لقيتش ان عندكم فيديوهات كتيره، تمام، والفيديوهات بتاعتكم مثلا معظمها مش بيكمل مثلا الثلاث والاربع ثواني، والموضوع ده طبعا مقلق شويه، لان انت المفروض مثلا تنوع من كميه الفيديوهات اللي عندك وتخليه فيديوهات متنوعه ومختلفه الى حد ما، وبرده وقتها اطول. فبالتالي انا اقدر اعمل لك الحاجات دي بالفيديو ستايلز المعينه والحاجات دي كلها. وطبعا ده فيديو صغير بيقدم لك اقتراحات بخصوص اللي انا هعمله بالظبط ليك واقدمه لك. بلس الموضوع ده طبعا في برضو نتائج لبعض الفيديوهات، او في لينك لبعض الفيديوهات اللي انا عملتها من ناحيه الفيديو اديتنج ستايلز، تقدر ان انت تبص عليها وتشوف الفيديوهات اللي احنا عملناها لعملاء قبلك يعني، او عملاء اشتغلنا معاهم قبل كده. فهو بتلقائيا بيدخل على الفيديو، عجبه الفيديو على طول بيروح يعمل كول تو اكشن او بيحجز معاك ميتنج. ده الموضوع ببساطه. فلو انت زي ما قلت لك بتقدم فيديو اديتنج، انت بس بتلهمه بالنتيجه النهائيه اللي انت هتحققها له. صح، انت هتحققها له. انت بصراحه لو انت مثلا صراحه يعني الفيديو اديتنج عامه، لو انت عندك فيديو جامد جدا جدا من ناحيه البراند وبتقدر تعمل له فيديوهات جامده، صدقني انت ممكن تخلي الانجيجمنت بتاعه جامد جدا جدا، اللايكس تزيد، اللفظ يزيدوا، المشاهدات تزيد، كل الناس تعرف البراند. بعد كده يروح على الويب سايت يزود لهم المبيعات طبعا، لان هم كل ما الناس دخلت على الويب سايت اكتر بيشتروا اكتر، فبالتالي المبيعات بتزيد اكتر واكتر. فانت بتفهموا النتيجه النهائيه اللي انت توصلها بسرعه جدا جدا. ولكن المهم ان انت تحط رقم كبير في الاول، والرقم ده يعني برضو يكون مقبول، تمام. انا كنت بكلم براند وببقى عارف ان البراند دي مثلا بتحقق شهريا 400 500 الف ريال، فلما اجي اقول لهم مليون هم بالنسبه لهم عادي، تمام. او مثلا لو اجي اقول لهم 700 الف او 800 الف هم بالنسبه لهم عادي، هم عايزين صح يحققوا الهدف ده، هم عارفين ان المحطه الجايه هم عايزين اصلا يحققوا الهدف ده. فبالتالي لما انت تيجي تدخل لهم تقول لهم ان انا اقدر احقق لكم 800 الف ريال مبيعات شهريا عن طريق 1 2 4 او 800 الف ريال شهريا، ونقدر نعمل الموضوع ده ونزود الانجيجمنت وكمان نزود المبيعات ونخلي كل الناس مبهورين من الفيديوهات بتاعتكم، ونخلي كل الناس عندهم تفاعل بالنسبه للبيدج بتاعتكم، ونخليهم يروحوا الويب سايت ونزود الفيزيتورز بتاع الويب سايت ونزود مبيعاتهم، هم تلقائيا هتلاقيهم بيكملوا الايميل وبينجذبوا بيه. بعد كده تديهم للتشوك بانهم عندهم مثلا فيديوهات قليله، او لو هم عندهم فيديوهات كتيره بس الفيديوهات بتاعتهم تقول لهم ايه، الفيديوهات بتاعتكم هي حلوه بس مش احسن حاجه، تمام. بالتالي تقول لهم بعض التعديلات، تقول لهم مثلا والله انا لاحظت ان 1 2 4 وطبعا انا في حاجه طبعا هقولها لك بعد كده، انت مش بتذكر كلمه مشاكل. يعني في حاجه انا عايز اقولها لك، شايف الكلمه دي
the problems called improvements. واحنا بنقول الايميل او احنا بنكتب الايميل، تمام، انت مش بتذكر كلمه بروبلمز. انت اوعى تقول للعميل ان انت عندك مشكله في 1 2 4، اوعى تعمل كده. انت بتقول ايه؟ احنا محتاجين تطويرات في 1 2 4. عدل طريقه كلامك. بلاش تقول للعميل ان انت عندك مشاكل 1 2 4 في فيديو معين، قول له انت محتاج تحسينات وتطويرات في مناطق معينه في الفيديو. تمام. لما انت تقول له مشكله، ممكن العميل بجد يعمل لك بلوك، تمام، عشان هو متغاظ. انت ازاي تقول على البراند بتاعتي كده، او ازاي تقول عن الخدمات بتاعتي كده، لو هو مثلا انت بتقدم الموضوع ده لشركات. فهو طبعا غروره هيبقى اعلى بكتير ان انت تقول له ازاي تقول لي انا مثلا شركه مثلا فاتحه من 4 سنين او 3 سنين، ازاي تقول لي اني عندي مشاكل. فانت لما تيجي تجيبها له ما تقولوش ان انت عندك مشاكل في الفيديو ده في 1 2 4، لا، تقول له انت عندك، احنا عايزين نعمل تحسينات وتطويرات في 1 2 3 4. خليك ذكي وانت بتتكلم، ماشي. النقطه الثانيه هي use expert understanding terms. استخدم كلمات بتوع الناس الخبره، تمام. يعني expert words، يعني استخدم كلمات خبره. يعني كلمات خبره، اقول لك حاجه 100% زي مثلا كلمه هوك، ماشي. كلمه هوك الى حد ما معظم الناس عارفينها، ولكن انا بس باخدها بمثال اسهل عشان يبقى الناس اللي بتسمع الفيديو حاليا تبقى فاهمه يعني ايه كلمه هوك يعني اللي هو اول 3 ثواني في الفيديو اللي بتجذب الانتباه. حلو جدا. فبالتالي هو معظم الفيديو ايديتنج لما بيجي مثلا بيعملوا الفيديو بتاعتهم بيحطوا الهوك دي. فانا عايزك تستخدم بعض الكلمات دي. يعني مثلا وانت بتكتب الايميل بتاعك قول لهم انا هقدر اضيف لك هوك واقدر اضيف لك 1 2 4، وابدا اتكلم عامه كلمات تبقى بمعنى صح صعبه، بس وانت بتقول الكلمات الصعبه دي حاول تشرحها. يعني مثلا تقول لهم ايه، والله انا هقدر اضيف لكم هوك، واكتبها بالانجلش، تمام، اكتبها بالانجلش وحطها كده بين علامات الاقتباس، تمام. وقول لهم الهوك دي طبعا دي اول حاجه بتجذب العميل في اول 3 ثواني، وبتكمل الايميل بتاعك عادي. الكلمه اللي في النص اللي حطيتها اللي هي الغريبه اللي بالنسبه لهم، ممكن في بعض الناس مش بتبقى عارفه يعني ايه هوك اصلا، تمام. فاول كلمه بيشوفوها كلمه هوك دي يقول لا الشخص ده باين عليه فاهم. انت بتلعب بذكاء في الايميل وانت بتتكلم عامه. اول حاجه انت بتقولها هو باين صح الشخص ده فاهم جدا جدا. فانت بتحط كلمه كده في النص بتبقى الناس اللي في المجال بس هم اللي عارفينها. فبالتالي هم يعني العملاء بيقولوا ايه، هو باين عليه الشخص ده فاهم، تمام. فبالتالي انا هقعد معاه الميتنج ده. في نفس الوقت برضو مثلا لو انت بتشتغل في الماركتنج، لو انت مثلا عندك خبره في الماركتنج، في كلام زي مثلا رواز. الناس اللي في المجال بس بتوع الماركتنج هم يعرفوا كلمه رواز او ريتيرن اون اد سبند. لو انت مثلا في وسط الايميل رحت لهم ان انا هزود، يعني وانت بتتكلم العميل يعني او في الايميل بتقول له ان انا هزود لك الرواز واخليه يزيد بمعدل 5 اكس او 4 اكس، تمام. هو العميل مش فاهم حاجه، بس هو عارف ان الكلمه دي تمام مهمه جدا جدا، لان انت قلت له ان انت من خلالها هتزود بيها المبيعات. فبالتالي هو اول ما يشوف الكلمه دي هيحس شويه ان انت شخص اكسبيرت او شخص عندك خبره. فدي النقطه اللي احنا برضو عايزين نوصلها للعميل عشان نخليه ياخد كول تو اكشن بسرعه. فببساطه شديده عشان برضو نلخص الدنيا، اول حاجه زي ما قلت لك ان انت بتستخدم الاستراتيجي الاولى اللي هي بتاعت الاتراكت والتشوك، وبعد كده الاستراتيجي الثانيه اللي هي طبعا ده سكريبت وده سكريبت. انت مش بتستخدم الاثنين دول مع بعض. دي استراتيجيه ممكن تعملها في سكريبت تجربها، ودي استراتيجيه ممكن تعملها في سكريبت وتجربها. هتقول محمد هو في استراتيجي ثانيه؟ 100% في كميه استراتيجيز رهيبه بتعدي الالفات، تمام. ولكن انا دلوقتي جمعت لك افضل 2 شغالين عامه حاليا. حلو جدا، ماشي. خلينا ندخل على ثالث واحده برضو عشان نلخص الموضوع ده، هو يوز اكسبيرت اندرستاندينج تيرمز. استخدم كلمات فيها خبره في المجال بتاعك. طبعا انت اكيد عارف كميه كلمات الناس اللي في المجال بس هم اللي عارفينها. ابدا استخدم الكلمات دي، بس ما تستخدمهاش بصوره كتيره جدا جدا لدرجه ان العميل يزهق ويقول الواد ده فاكرني ان انا الا ولا ايه. اوعى تعمل الموضوع ده، لان بعض الاحيان ممكن العميل يحس بان انت بتعلى عليه. ما تعملش كده. انت بس بتستخدم مثلا 2 اكسبيرتس ووردز، يعني استخدم كلمتين بس يكونوا اكسبيرت شويه مش اكتر، تمام. اخر حاجه طبعا البروبلم اسمها امبروفمنت. اوعى تذكر ان العميل عنده مشاكل، اسمها تحسينات واسمها تطويرات، تمام. الموضوع ده خلص. ده بالنسبه للبي اس ال. خلينا بقى نكمل للفي اس ال. تمام. خلينا طبعا نبدا نشرح الجزء الثاني وهو بخصوص الفي اس ال. الفي اس ال طبعا من افضل الحاجات اللي انت تقدر بمعنى اصح يعني تحطها في الايميل بتاعك عشان تخلي العميل يعني يتعمل له كلوز هو في الايميل. انت تخيل انت لو قدرت تعمل في اس ال وفيديو سيلز سكريبت ممتاز، فصدقني انت جوه الايميل نفسه العميل اصلا هيبقى مشتري الخدمه بتاعتك من جوه الايميل. هيحجز معاك الميتنج، هتتفقوا على السعر في الميتنج وانتهى الموضوع.
فانت تتخيل الموضوع هيمشي بسرعه ازاي. تمام، يعني انا في بعض الاحيان في عملاء بيدخلوا يا محمد انا عايز اشتري منك الخدمه، تمام، ونتفق على سعر مع بعضينا زي ما انا شرحت في اول فيديو لما العميل قال لي احنا هنتفق مع بعضينا على سعر معين، اديت له على طول السعر من 3000 ل 4000 ريال وخلص الموضوع. طيب ليه؟ لان انا بعمل له كلوز في الايميل، لان انا الايميل بدرجه الاقناع اللي انا وصلت فيها من ناحيه السكريبت العميل خلاص اقتنع 100% ان انا هقدم له خدمه بطريقه حلوه، فبالتالي على طول بيشتري مني الخدمه. فازاي تقدر تعمل الموضوع ده؟ يبقى عندك في اس ال قوي جدا جدا، وفيديو بيجذب الانتباه، وفي نفس الوقت بيلخص الدنيا بسرعه جدا اللي انت هتقدمه للعميل، والنتائج قبل كده انت عملتها مع عملاء. اكيد وصلت للنقطه يعني. فخلينا نقول الفي اس ال هو عباره عن ايه. زي ما قلنا هو السكند بارت تو كلوز ذا كلاينت انسايد ذا ايميل، بيكون الفيديو سيلز اللي احنا نعمله او الفيديو اللي احنا بنصوره للعميل. تمام، زي الفيديو اللي قدامكم ده اللي انا بصوره اهو، ده نفس الفيديو اللي انا ببعته للعميل، بيبقى برزنتيشن كده قدامكم زي ما انا بشرح اهو بالظبط، والكاميرا بتاعتي اهو واضحه قدامي، وادي المايك بتاعي، وابدا اصور على طول، اقول للعميل ان انا عايز اقدم لك اقتراحات 1 2 3 4، ومن ناحيه ثانيه دي نتائج العمله بتاعتي بنفس الطريقه بنفس الموضوع، وفي الاخر طبعا بنعدي بمراحل ثانيه هشرحها طبعا السلايد اللي بعد كده. فخلينا نبدا نقول ايه اللي احنا محتاجينه. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما اقول لك اللي احنا محتاجينه انا عايز اقول لك اللي انت ما ينفعش تعمله، يعني حاجات اوعى تعملها. الحاجات اللي انت ما ينفعش تعملها خالص، او اول حاجه انت اتجنب خالص ان انت تعملها، ان انت تخلي الفيديو اكتر من 5 دقائق. طبعا 100% انت تقدر ان انت تشرح في فيديو اكتر من 5 دقائق، وانا عارف ان انت بتقدر ببساطه شديده تقنع العميل الحاجات دي كلها، بس ما تعملش فيديو اكتر من 5 دقائق. تمام، اقل حاجه معاك من 3 ل 4 دقائق ده بالكتير. تمام، اوعى تعمل فيديو في اس ال اكتر من 5 دقائق، مصيبه، العميل مش هيتفرج اكتر من 5 دقائق، هو مش فاضيلك. فبالتالي بسرعه جدا هتقدم له الاقتراحات، هتقدم له النتائج، وهتعدي بالمراحل بعد كده زي ما قلت لك هشرحها لك في السلايد اللي بعد كده. ولكن المهم وانت بتعمل الفيديو حط عينك على الوقت، وتبقى محدد الوقت اللي انت هتشرح فيه الحاجات والكلام اللي انت عايز تقوله للعميل في 3 ل 4 ثواني مش اكتر. اوعى تزيد عن كده، لو وصلت ل5 دقائق تمام، بس اوعى تزود عن 5 دقائق، هتبقى مصيبه، هتبقى مش حاجه حلوه ابدا. العميل مش هيسمع لك لمده 6 دقائق، فانت اخرك من 3 دقائق ل 4 دقائق، ما تزودش الفيديو عن كده عشان بس يكون الفيديو حلو جدا جدا. تمام، دي اول نصيحه عايز اديها لك بخصوص الفي اس ال. تمام، تاني حاجه طبعا زي ما قلنا هنحط في الفيديو ده حاجات خاصه بالكلاينت ريزلتس والكيس ستاديز. طبعا انت زي ما شايف من فوق اللي احنا محتاجينه هو ان احنا يبقى معانا نتائج ل بعض العملاء اللي احنا اشتغلنا معاهم قبل كده. هتقول لي محمد طب انا مش معايا الحاجات دي. لو انت سمعت الفيديو الاول اللي هو الفيديو بخصوص ازاي تقدر تعمل اول 100,000 ليك، هتلاقيني ان انا بقول لك طبعا انت بعض الاحيان بتعمل اوت سورسنج او بتجيب شخص بيساعدك في التيم عنده خبره. انت ممكن تطلب من الشخص ده عامه ان هو يدي لك بعض النتائج اللي هو عملها قبل كده مع العملاء. تمام، فبالتالي بيقدر يديك عادي وتقدر تستخدم النتائج دي عامه في الفيديو عادي جدا جدا. تمام، من ناحيه ثانيه اللي انت تاني حاجه انت محتاجها هي اكونت اون لوم سوفت وير. شايفين اللي انا بسجل فيه ده اللي هو الشاشه دي اللي قدامكم والادوات اللي على الشمال دي، ده اسمه برنامج لوم. ده اسمه كده شركه اسمها لوم، بتخليك تعمل ريكوردنج سريع جدا جدا. بدوس ان انا عايز اعمل ريكورد، وده الفيديو اللي قدامكم هو ده الريكورد، هي دي شركه لوم. فبالتالي انت محتاج طبعا اكونت على لوم، وطبعا هقول لك الحاجات دي كلها في الجزء الخاص بالتكنيكال سوفت ويرز، هشرح لك كل الحاجات دي وازاي تعمل اكونت من الزات وازاي تقدر ان انت تظبط اول فيديو ليك. تمام، فبالتالي اول حاجه انت محتاجها اي نتائج العملاء انت اشتغلت معاهم قبل كده زي ما قلت لك ممكن تعتمد على الموضوع ده عن طريق ان انت تاخد نتائج من الشخص اللي معاك في التيم. تاني حاجه محتاج اكونت على لوم. تالت حاجه اوعى تخلي الفيديو بتاعك اكتر من 3 ل 4 دقائق. تمام. خلينا بعد كده نكمل. زي ما قلنا طبعا ده الملخص زي ما قلت لك اللي هو الاكونت لوم سوفت وير والكلاينت ريزلتس، واوعى تخلي الفيديو اكتر من 5 دقائق. ماشي تمام. خلينا بعد كده ندخل على تاني حاجه. انا عايز طبعا اقفل الكاميرا. تاني حاجه معانا طبعا انا هوريك شكل الفيديو بالظبط عباره عن ايه. زي ما قلنا الجزء الاول من الايميل اهو. تمام، ده الجزء الاول من الايميل اللي هو البي اس ال، ده اول حاجه شرحناها، ده اول جزء من الايميل. بعد كده تاني جزء من الايميل اللي هو لما تيجي تقول لهم ان ده فيديو انا بشرح فيه 1 2 3 4، تقدروا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده، بقدم فيه اقتراحات وبقدم فيه كمان نتائج عملتها قبل كده للعملاء. تقدروا تتفرجوا على الفيديو ده وتضغطوا على الفيديو ده. اول ما تضغطوا عليه تمام، خلينا اول حاجه طبعا اعرف. تمام، انتوا لو لاحظتوا اول حاجه انا ده فيديو عادي جدا جدا بعمله برده ريكوردنج، وببدا ان انا اشرح فيه اقتراحاتي للعميل، ومن ناحيه ثانيه برده بشرح له النتائج انا عملتها قبل كده ليهم. فدي نقطه مهمه جدا جدا. فده شكل الايميل بالظبط هيبقى عامل بالظبط زي كده. البي اس ال هنا، الفي اس ال هنا اللي هو الفيديو بتاعك، ادي شركه لوم اهي. تمام، وتحت السي تي اي اللي هو الكول تو اكشن. تمام،
فخلينا نكمل ونقول لك ازاي الفي اس ال عامه بيتكون او ازاي بيتعمل. تمام تمام، خلينا نبدا على طول مع بعضينا. انا بس بحاول ان انا الاقي مكان مناسب عشان بس تكون كل حاجه واضحه قدامكم. ماشي، خلينا نبدا ونشوف هو بالظبط الفي اس ال. وانت بتعمل الفيديو عامه او انت بتعمل الفيديو وبتعمل ريكوردنج، انت المفروض جوه الفيديو بالظبط انت ازاي بتقدمه، او انت ازاي بتعمل الفيديو ده اللي هو في خلال 3 ل 4 دقائق. تمام، الفيديو اللي في خلال 3 4 دقائق ده، او في حتى لو قلنا 5 دقائق بس ما تكترش عن كده، وانت بتعمل الفيديو ده لازم يتكون من 4 اجزاء. لازم، تمام، دي حاجه لازم. ماشي، ما ينفعش ان انت تسيب عنصر منهم. ماشي، اول حاجه introduce yourself. فاكر لما قلت لك ان انت مش لازم تعرف نفسك في البي اس ال، لان انا كده كده هقول لك في مكان مهم جدا جدا لازم تعرف فيه نفسك. هو ده الفيديو اللي انت لازم تعرف فيه نفسك. فاول حاجه هتعملها في الفيديو هو ان انت تعرف نفسك وتعرف انت مين بالظبط. فدي نقطه اولى. تمام، فدي بالنسبه للجزء الاول من الفيديو. الجزء الثاني من الفيديو او بعد على طول ما تعرف نفسك، تبدا تقول الاقتراحات بتاعه الخدمه بتاعتك. انت ايه اللي انت مثلا عايز تقدمه للعميل من ناحيه الاقتراحات؟ والله انا عايز ازود لك 1 2 4، عايز اقدم لك باكجينج من ناحيه الفيديوهات، اطور لك الفيديوهات من ناحيه الستايلز نفسها، اخلي الفيديوهات مجذبه عشان تقدر تحقق مبيعات. تبدا تدي له اقتراحات وتقول له انا والله هقدر اعمل لك 1 2 3 4 والحاجات دي كلها. طبعا تعمل الموضوع ده كله في نقاط. يعني النقطه الاولى هقدر اعمل لك 1 4، النقطه الثانيه هعمل لك 1 4، النقطه الثالثه هعمل لك 1 4، النقطه الرابعه نفس الموضوع. فانت بتشرح له بالظبط الاقتراحات والتطويرات اللي انت هتعملها له عامه لو اشتغلنا مع بعضينا. دي النقطه الاساسيه اللي انت هتعملها. الجزء الثالث وهو تجيب نتائج لعملاء انت اشتغلت معاهم قبل كده. تمام، وتبدا تظهرها ليهم وتشرح النتائج بتاعه العملاء دي في الفيديو عادي جدا جدا، وتقول لهم ازاي مثلا انت حققت النتائج دي، او ايه رايكم في النتائج دي. ولو انت مثلا بتوريهم مثلا فيديوهات لعملاء انت عملتها قبل كده، وري له الفيديوهات عادي جدا، اشرح له الاجزاء والريكومنديشن اللي انت اصلا ذكرتها له، وابدا اشرح عادي جدا جدا كانك انت بتقول له ايه اللي انت تعبت فيه في الفيديو ده، او ايه اللي انت عملته في الفيديو ده ادى انه يحقق مبيعات كبيره جدا جدا. تمام، لو انت مثلا زي ما قلنا فيديو اديتنج، قول له الفيديو ده مثلا بيتكون من هوك، ايه رايك في الهوك دي؟ تمام، وبعد كده اقول له بعد كده حطينا التفاصيل بتاعه المنتج عشان يكون المنتج ظاهر وبالتالي يقدر يحقق مبيعات اكبر واكبر. وبعد كده عملنا كول تو اكشن في الاخر الفيديو، وحطينا لينك عشان الناس تروح على طول على الويب سايت بتاع البراند ويشتروا من المنتج. ابدا اشرح بالظبط خدمتك، وابدا اشرح النتائج بتاعه العملاء اللي انت عملتها ليهم قبل كده، لان الموضوع ده مهم جدا جدا. اخر حاجه في الفيديو تحطها هي السي تي اي الخاص بيك انت، اللي هو الكول تو اكشن. بعد نهايه الفيديو خالص قول له لو انت حابب تحجز معايا ميتنج، تقدر تحجز معايا ميتنج عن طريق اللينك اللي انا حاطه في اخر الايميل خالص، او تقدر تتواصل معايا على رقمي الموجود برده في الايميل. او لو عايز تسهل الموضوع على نفسك، تقدر ان انت تضغط على اللينك الموجود في الديسكربشن تحت الفيديو ده بالظبط، وتقدر تحجز على طول من خلاله، وانتهى الموضوع. وطبعا انا هفهمك كل الحاجات دي ازاي تعملها تكنيكلي، او ازاي تقدر تفتح اكونت على لوم، وازاي تحط اللينك بتاعك في الايميل، وازاي تظبط الحاجات دي كلها باذن الله. تمام، فده بالنسبه للفي اس ال. تمام، طبعا احنا جينا لاخر جزء معانا، واخر جزء معانا هو الكول تو اكشن. الكول تو اكشن طبعا او السيت ايه هو من افضل الاجزاء اللي انت لازم برضو تبقى بتعملها بطريقه كويسه. تمام، علشان برضو تضمن ان العميل بجد هيحجز معاك او حتى هيتواصل معاك. لان برضو بعض الاحيان العملاء مثلا ممكن يقروا البي اس ال اللي هو الجزء الاول، ويقروا كمان الفيديو او حتى يسمعوا الفيديو بالكامل، بس يقول لك ايه اديني، يعني مثلا ممكن مثلا هو يقول مع نفسهم ان شاء الله بكره هحجز معاه ميتنج. لا، احنا مش عايزين العميل يحجز معانا بكره ميتنج، احنا عايزينه اول ما يشوف الفيديو من هنا يحجز معانا ميتنج. ودي اللي بيخلي السي تي اي او الكول تو اكشن ليه اهميه، ان انت وانت بتعمل الكول تو اكشن لازم يكون حلو جدا جدا عشان العميل يحجز معاك في نفس الوقت. عشان العميل ممكن مثلا يقول لك هيحجز بكره، ويبقى صح هو عنده نيه انه يحجز بكره بس ينسى، فخلاص العميل كده ضاع منك. حلو جدا، عشان برضو الاشخاص اللي برضو عايزين يفهموا اكتر يعني ايه كول تو اكشن. 100% اكيد انت بتشوف في الاعلانات اللي موجوده في السوشيال ميديا يقول لك كده في اخر الاعلان اطلب الان من الويب سايت الخاص بنا. كلمه اطلب الان دي كول تو اكشن. نفس الموضوع يقول لك اشترك معنا الان، ده كول تو اكشن. احجز معنا اجتماع الان، ده كول تو اكشن. فعشان برضو تبقى الصوره برضو واضحه لكل الناس. تمام، طبعا انا هحاول طبعا اخفي هنا عشان نقدر نشرح براحتنا. ماشي، اول حاجه زي ما قلت لكم الكول تو اكشن. تمام، ده يعتبر اللاست بارت تو ميك يور كلاينتس بوك ا كول ويز يو. ده يعتبر اخر جزء عشان تخلي العملاء يحجزوا معاك ميتنج. تمام، او كول عامه. ماشي، طب هو انت ايه اللي محتاجه؟ اول حاجه انت محتاجها هو حاجه اسمها سلو وبرو كونتاكت. انت محتاج حاجتين يكونوا موجودين عامه في اخر الايميل عامه. اول حاجه انت محتاجها هي كونتاكت تبقى بطيئه جدا جدا.
يعني كونتاكت تبقى بطيئه، يعني كونتاكت تبقى بطيئه وفي نفس الوقت بروفيشنال. طب انا مش فاهم قصدك يا محمد، انت قصدك ايه؟ احنا في الاخر الايميل دايما بنحط لينك حجز اجتماعات. اول ما بيضغط على اللينك ده بيوديه ل كالندري. تمام، الكالندر دي بتفتح له الايام وبتفتح له الاوقات اللي يقدر يحجز من خلالها، فيقدر يختار اليوم اللي هو مناسب بالنسبه له والوقت اللي هو مناسب بالنسبه له. حلو جدا. فدي يعتبر انت اللي عايز اصلا يوصل لها، انت عايز العميل يحجز على طول معاك ميتنج، فيجي لك ان هو حجز ميتنج فتدخل على طول مع الميتنج بعد كده. ده اللي انت عايزه، صح ولا لا؟ فهو دي الطريقه العاديه، دي الطريقه البروفيشنال. ولكن في الشرق الاوسط هتواجه بعض المشاكل هنا. بعض المشاكل اللي هتواجهها في الشرق الاوسط ان هم مش بيحبوا ان هم يضغطوا على لينك، وبعد ما يضغطوا على لينك يروحوا يحجزوا بنفسهم وبعد كده يقعد معاك ميتنج. بعضهم مش بيفضل الطريقه دي، فبالتالي بنلجا للطريقه اللي بعد كده، واللي هي الفاست والسموث كونتاكت، ان هم يتواصلوا بسرعه معاك انت شخصيا، وهي عن طريق الواتساب. ان انت تحط رقمك، وبالتالي لما تيجي تحط رقمك، تمام، هم بالنسبه لهم الواتساب اسرع بكتير، يضغطوا على طول على رقمك وياخدوه كوبي بيست يحطوه في الفون كونتاكت بتاعهم، وبعد كده يتواصلوا معاك واتساب. فبعض العملاء بتفضل انها تضغط على اللينك اللي هو من ناحيه كالندري. وطبعا كالندري ده زي سوفت وير عامه، زي كده لون بالظبط، بيوديك ليه كده جدول اللي هو التقويم، جدول التقويم نفسه اللي بيبقى فيه الايام وبيبقى فيه الايام اللي انت متاح فيها، ويقدر من العميل بسهوله يحجز معاك ميتنج. طبعا بيجي لك نوتيفيكيشن ان العميل حجز ميتنج يوم كذا الساعه كذا. بعض العملاء بيفضلوا الطريقه البروفيشنال والسهله، تمام. وبعض العملاء التانيين بيفضلوا ان هم يتواصلوا بسرعه معاك جدا ويحجزوا معاك عن طريق، يعني يحجزوا معاك ميتنج او مثلا حتى هم لو عندهم اسئله بخصوص الخدمه بتاعتك يقدروا يسالوك على طول عن طريق الواتساب. فبالتالي لازم تبقى حاطط التو كونتاكتس دول، تحط لينك الكالندري اللي حابب يحجز على طول ميتنج معاك، وتحط لينك للتساؤلات، وفي نفس الوقت ميتنج لو حد برضو بيحب ان هو يتاكد هل انت شخص حقيقي ولا لا، فبالتالي يروح على طول يكلمك عن طريق الواتساب ويتواصل معاك شخصيا. في اشخاص كده بتحب انها تتواصل مع الشخص شخصيا وتطمن له الاول قبل ما تدخل معاه اي ميتنج. اكيد فاهم قصدي. وطبعا وانت بتتكلم مع العميل في بعض الاحيان دايما هيقول لك والنبي قول لي السعر عامه بتاع خدماتكم، قول له والله انا الموضوع ده مش هعرف احدده معاك دلوقتي، ممكن ندخل ميتنج مع بعضينا افهم منك اكتر وبعد كده ممكن اقول لك السعر بتاعي. فالموضوع ده برده مهم جدا جدا، مش اي حد يقول لك قول لي السعر بتاعك فتقول له السعر بتاعه. تمام، فدي نقطه مهمه يعني. زائد كده طبعا احنا برضو في السي تي اي او كول تو اكشن عندنا بعض النصايح ليك. بعض النصايح عامه بتبقى اول حاجه البوينتس سامري تكنيكس ويور نيم ورول. طبعا 100% في الاخر خالص، يعني انت مثلا اول حاجه تعملها، تمام، ان انت بتعمل سامري بالبوينتس، حاجه اسمها كده بوينت سامري تكنيك. ده احنا تكنيك بنسميه بوينت سامري، اللي بنعمله ببساطه ان احنا كده في نقاط خفيفه جدا جدا بنوضح له ملخص الايميل ده كله. يعني مثلا بتقول له كده في 4 نقط، ماشي. النقطه الاولى بتوضح له ان انت هتقدم له 1 2 4، النقطه الثانيه هتقول له ان انا هساعدك في 1 2 4، النقطه الثالثه بتقول له ان انا هعمل 1 2 4، النقطه الرابعه بتقول له 1 2 4. انت بتلخص له الايميل كله والفيديو بالكامل. يعني مثلا انت مثلا ادي الفيديو، هو سمع الفيديو وشاف البي اس ال، يعني قرا الجزء الاول والجزء الثاني وسمع الفيديو وكل حاجه تمام. تمام، انت بقى في 4 نقاط او في 5 نقاط او حتى في 6 نقاط بتلخص له اللي انت قلته في الفيديو وبتلخص له اللي انت قلته في البي اس ال. تمام، فبالتالي العميل حتى لو نسي النقاط المهمه انت بترجع تفكره بيها تاني. فده تكنيك احنا بنستخدمه بس عشان يبقى العميل قبل ما يحجز الميتنج يبقى مطمن، وفي نفس الوقت ده بيزود عامه عمليه ان العميل يحجز بسرعه. لما يشوف مثلا النقاط اللي انت هتقدمها له بطريقه سريعه جدا جدا، تقول له والله انا هقدم لك 1 4 1 2 3 4، فبالتالي العميل بيشوف الحاجات دي تمام تحت بعضيها كده ومترتبه ترتيب حلو وملخص حلو جدا جدا في 6 نقاط. انت قلت للعميل اللي انت هتعمله له بالكامل، فعلى طول هو تحس كده بيبقى مطمن اكتر، فبيروح يحجز معاك باي طريقه هي تعجبه. تمام. وطبعا ما تنساش في اخر الايميل خالص تكتب اسمك والرول بتاعك او البوزيشن بتاعك. مثلا لو انت محمد اسامه في الاخر محمد اسامه عبد الله والسي او اوف فالكون ميديا كمثال يعني، او سي او مثلا اوف اوتومايند او ايمو ميديا. ف دي حاجه طبعا ما تنساهاش في الاخر خالص خالص، يعني دي اخر حاجه خالص في الايميل. فهتقول محمد طب لو قلنا تعال نرتب الكول تو اكشن او سيت ايه، انت بالنسبه لك نعملها ازاي؟ اول حاجه تستخدم التكنيك ده اللي هو البوينت سمري. لخص الايميل بتاعك والفيديو بتاعك بطريقه سريعه جدا جدا في مثلا من بدايه 4 نقاط لحد 6 نقاط، ما تزودش عن 6 نقاط. حلو جدا. وما تخليش الكلام كتير جدا جدا وملعبك ومعقد، لا انت بتلخص، فبالتالي يعني انت لخص الجمل. تمام، فانت في 6 نقاط او في 4 نقاط او في 5 نقاط تبقى ملخص الايميل بتاعك بالفيديو. تمام، فدي اول حاجه عايزك تعملها. بعد كده تحط بقى اللينك بتاع حجز المواعيد، وبعد كده تحط رقمك، وبعد ما تحط رقمك حط في الاخر يور نيم ويور رول. تمام.
فده يعتبر الاربع حاجات اللي لازم تركز عليهم، اللي هو كملخص عامه. زي شفت انا برضو، ما هي دي التكنيك بقى، ما هو ده اصلا، شايف اللي انا عملته لك ده اسمه بوينت سمر تكنيك. انا لخصت لك اللي انا قلته لك في الحاجات دي كلها وحطيتهم لك كده تحت بعضيهم، ده اسمه بقى، هو ده البوينت سمر تكنيك. دي النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، النقطه الرابعه. طبعا ولكن طبعا انت بتكتب هنا جنبهم ايه، 1 2 3 4، عشان برضو العميل يبقى ملاحظ ان دي جمل منفصله عن بعضيها. فهمت قصدي؟ اهو هو ده التكنيك. وبعد كده زي ما قلنا بنحط اللينك بتاع الحجز المواعيد، وبعد كده بنحط رقمنا، وبعد كده طبعا بنحط اسمنا او الرول بتاعنا بس، وخلص الموضوع. ده بالنسبه للكول تو اكشن.